اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه من قناه زي سي فود. البطاطا مش لسه للشوي بس. تعالوا كده، انا همسك عندي كيلو من البطاطا هقشره، واحسن حاجه ليه اللي هي القشره بتاعه البطاطس. تمام. واقطعه كده مكعبات دوريات. القشره دي بتبقى هايله. وبعد كده هحط عليه كوبايتين من الميه، هنشوف مع بعض. ادي البطاطا قطعتها وغطيتها بالميه، كوبايه بقى كوبايتين حسب كميه البطاطا اللي عندك، وهسيبها لحد ما تغلي. بعد كده هدي النار عليها لحد ما تتهري خالص، وارجع لكم ونهرسها بقى ونشوف هنعمل ايه. ادي عندي البطاطا القمر بتاعتي. ممكن لو خايفه ان هي تبقى ليكويد قوي، انا هرسها طبعا. احط لها معلقتين سكر. ممكن تقللي الميه، بس هي الميه مناسبه لكميه البشاميل اللي احنا هنعملها. هفضيها بقى في الصينيه بتاعتي، لازم تكون مدهونه دهنه بالسمنه. وتعالوا نشوف البشاميل اللي هنعمله ازاي. رشيت عليها رشه من جوز الهند او اي مكسرات عندك. وتعالوا هنا البشاميل 3 كوبايات من الحليب كامل الدسم يا جماعه، لان مش هحط ولا زبده ولا سمنه ولا الكلام ده كله. وهحط عليه 3 معالق من الدقيق، ودي ابسط طريقه للبشاميل على البارد كله. واحط بس معلقتين سكر عشان يطعموا الدنيا، ولا احط اي حاجه تانية. هي اصلا الحليب فيه قشطه. تمام. لو هو مش كامل الدسم حطي له قشطه. هقلب الكلام ده كله على البارد، لازم يتقلب على البارد كويس. وبعد كده هرفعه على النار لحد ما يتقل معايا. هحط له السكر والقشطه فيه. تمام. هكتفي بكده، مش هحط زبده. حابه انت تحطي مفيش مشكله. تمام. بصوا القشطه اهي طلعت في البتاع. هبدا بقى ارفعه ونشوفه عامل ازاي. ايدك فيه بقى على طول لحد ما يتقل معاكي. خلاص كده تمام. القوام حلو قوي. تمام. تقدري تحطي كوبايتين من الحليب وكوبايه من الميه اللي عايزه يعني. هسيبه بقى على الخليط. خلاص بقى ندخلها تحت الشوايه ونشوفها بقى التسويه عامله ازاي. رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ما شاء الله، صينيه بطاطا يعني تستاهل بقكم. بصوا انا حطيتها في قالب تاني عشان طبعا اعرف اتحكم فيها، ادخلها واخرجها من الفرن. عايزه بقى تاكليها دلوقتي كده كده هتبقى جوسي. تمام. هتسيبيها تبرد بقى. على فكره ممكن تسيبيها تبرد وتدخليها التلاجة وتبقى حاجه حلوه ساقعه، عشان تبقي فاهميني يعني. او بصي الجمال، بصي الجمال. قمر قمر. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. اتمنى ان تجربوا الطريقه سهله وبسيطه وعجبكم الفيديو. بس اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم حفصه من قناه زي فيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.